السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز ابلغكم في الحلقة دي يا جماعة حاجتين. الحاجة الأولى، العرض بتاع المرة اللي فاتت بتاع العسل اتلغى يا جماعة. هو مش اتلغى، هو خلص، وألف مبروك للي أخد حبوب اللقاح. بعد كده إن شاء الله العرض تقريبا بدل 300 هيبقى 350 ومن غير حبوب لقاح. العرض هيبقى 350 بدل 300 ومن غير حبوب لقاح. الحاجة التانية بقى اللي عايز أقولها ودي مهمة جدا جدا جدا، من ضمن الحاجات اللي بتعمل لك إعادة تأهيل صحي وهي موضوع الدفن بالرمال. والدفن بالرمال يعني هنروح سيوة يا جماعة، سيوة ندفن في الرملة. ومش المشكلة في الرملة دي، المشكلة في الخيمة اللي بعد الرملة. يعني احنا بننزل الرملة بتخلع بتنزل من الصبح، بقى الشمس بتضرب فيها مولعة نار، بتنزل فيها بتعمل اللي هو كده، بيردم رملة عليك في عز الظهر في عز شهر 7، يعني في شمس بتبقى فظيعة اصلا. بعد كده بتخرج بيلفوك كده بطانيه، لان بتبقى خارج من تحت الارض بردان، لان الحراره جوه اصعب من بره. فبتخرج بره بتلاقي الجو هوا، بيخافوا عليك بيغطوك. تخش بعد كده وانت ملفوف في بطانيه الجيش دي، تدخل على الخيمه. الخيمه دي يا جماعه عامله اعوذ بالله بقى، يعني الخيمه دي صعبه صعبه صعبه. لو الحفره دي مثلا يعني عذاب ايراد، فالخيمه 24 ايراد. حر جدا جدا، مفيش نفس، قاعدين بيرموا لك حلبه وينسون ومشروبات دافيه وانت عمال تشرب لان انت تحس ان جسمك مخروم. عارف شفت انتوا يعني القط والفار كده لما يعني اتغذى بالشوكه كده وجا شرب ميه فليه بيخر كده يعني العرق بيخرج من جسمك بشكل ابشع من كده. ده انت بتغرق حواليك، ده انت بتطين الرمله اللي حواليك. المنظر يعني فظيع. طب ايه اللي هنستفاده من العذاب ده يا جماعه؟ اللي هتستفاد كتير. ايه يعني ايه هو الكتير دول؟ قول لي حاجه حلوه فيهم. اولا، طبيعه الجبل عندهم في سيوه ليه خصائص علاجيه رهيبه، ما حدش فاهمها لغايه دلوقتي. بيعمل ايه؟ هو ليه طاقه معينه كده بيأثر عليك شفائيا. دي حاجه. الحاجه بقى المهمه في الموضوع، الحراره اللي بتتعرض ليها. فاكرين لما قلت لكم ان معظم امراضنا امراض بارده، لذلك الكبريت والكيروسين وكل الحاجات اللي بناخدها دي بتبقى حاجات حاره. الدفن بالرمال هناك الحراره الغريبه دي بالتكنيك ده، يعني تخش في الحفره بتحضر للعرق، بعد كده تخش الخيمه تقعد فيها نص ساعه. الحاجات دي بتخلي عظمك يعرق، يعني مش جسمك عظمك يعرق حقيقي. فعلا انت بتعرق عرق غريب، ويعني انت فعلا جسمك بتأثر تأثر غير عادي، لدرجة عايز اقول لك انت لما بتيجي جسمك بقى متفتح بشكل رهيب. مش جسمك يعني، هو طبيا الكلام ده غريب، بس عارفين لما بقول لكم ان عظمك متفتح، يعني في حاجة غريبة بتحصل لك فعليا. انا عايز اقول لكم ان مفيش حد يقدر ياخد شاور، يعني واحد ما حدش يقدر يستحمى بعد ما بيجي باسبوع حتى اصلا. ده انت بتيجي من هناك ممنوع تاخد دش او تستحمى لمده اسبوعين برملتك. متخيلين؟ يعني بس انت بتنظف الرمله بفوطه كده او حاجه من عليك. لو اتشطفت او ميه نزلت عليك قبل اسبوعين، والله كانك اتضربت بالنار. تحس بقى ان رطوبه العالم كله دخلت جوه الدي ان ايه ودخلت في الميتوكوندريا من جوه. يعني جسمك مفتح لدرجه ان اي شويه رطوبه او برد بيدخلوا بيتعمقوا جوه خالص، فجسمك بيتاثر اثر غير عادي. انا فاكر في مره قالوا لي ما تنزلش، ما تاخدش دش وبتاع، فانا قعدت 10 ايام والجو حر. يعني اول ما خدت دش قسما بالله وقعت من طول، وقعت يعني انا بص روقت نفسي كده، لقيت نفسي وقعت. رحت متصل بالشيخ سلمان في سيوه، الحقني يا شيخ انا بموت، الحقني يا وديع. قال لي تعالى لي. اجي لك فين يا عم؟ ده انا يعني اجي لك فين؟ هو انا سهل؟ طبعا هو بالنسبه له تعالى لي دي هدفنك تاني، هطلع لك الرطوبه تاني وشكرا خلاص. بالنسبه له كده. انا بالنسبه لي سفر، انا ما هروحش تاني بقى. قعدت بقى استخدم كل المواد الحاره ومتغطي ب50 كل البطاطين اللي عندي، ورحت جبت البطاطين المعفنه اللي هي بتاعت اللي هي البطانيه ب50 جنيه، اللي هي صوف دي اللي بتشوي الصعبه دي. عشان ايه بقى؟ عشان بتطلع نار البطاطين دي. كام بطانيه وكده بقى، ولابس جواكت في عز ايه يعني في اخر 7.
المهم بدات افوق سنه واشرب بقى ايه مشروبات والمرق بتاع الضاني وبتاع. المهم ان ايه خدت كل الحاجات اللي طبعها حاره بحيث تديني حراره. يعني حبه حبه بدات افوق شويه. بعدها في سنه من السنوات برضو مره كنت هناك، واحد مهندس كده كان من المنوفيه تقريبا، دخل كان جايب الليل ومش لاقي مكان فحطوه عندي في اوضتي، فكان عندي سرير فاضي فدخل نام. هو احنا في عز الحر ما كانش يفهم بقى موضوع الحراره، ما يفهمش الكلام ده ان احنا ممنوع مننا الهواء والمروحه والكلام ده، احنا جسمنا متفتح. فهو راجل جاي بالليل حران، واحنا نايمين اصلا ما نعرفش ان في حد جاي. دخل راح فتح الشباك وكده، هو مفيش مراوح بس فتح الشباك دخل شرق. كل اللي في الاوضه الناس قايمه ميته متكسر كانك فعليا يعني. بصوا عارفين لما تجيبوا فار كده ولا قط وتنزل عليه بعصايه تكسر عظمه في لحمه، كسرنا. كنت حاسس احساس غريب، بطني دي يعني معدتي وبطني كانها لوح ازاز وتكسر وتشرخ. يا نهار ابيض، الام غير عاديه، كنت ناقص ابكي من الالم. خدوني بقى ودوني، اتردمت وطولت وقعدت في الخيمه ساعه الا ربع، لا ده ساعه وربع. كان في راجل شيخ كبير من مرسى مطروح محترم كده قال لي تعالى يا دكتور انت علاجك عندي، انت بتروح وتقعد مع الناس ربع ساعه وبتزهق وبتقوم من الخيمه، اقعد جنبي وما تزهقنيش. قعدني جنبه ساعه وربع. طبعا الذكر اصلا يقعد ربع ساعه، الذكر يقعد في الخيمه ربع ساعه اصلا. قعدني ساعه وربع ابن لذين. خرجت الحمد لله يعني ايه طلعت بقى الهواء اللي دخل في الخلايا ده طلع. المهم عايز اقول لكم ان سيوه محترمه جدا، من الحاجات الجميله جدا اللي حتى بنعتبرها رحله سياحه علاجيه. بنروح كل سنه نروق نفسنا كده في السريع ونيجي، وبناخد يوم كده قبلها في الميه الكبريتيه وبتاع، والحاجات دي ممتازه جدا جدا. ان شاء الله في اخر 7 انا متجه الى سيوه، سيوه يعني فيها حاجه حلوه. تمام، لو حد عايز بقى يكلمني يتابعني حاجه زي كده هعرف لكم الاسعار هناك واقول لكم عليها. يعني هي من سنه ما اعرفش كان في حاجات ب 600، يعني اليوم تقريبا كان ب 600 ب 700 من سنه كده. اشوف يعني عرفنا نعمل ديل معاه او حاجه لو في عدد موجود. بتقعد مثلا بقى 3 ايام 5 ايام حسب كده يعني. هي 5 ايام مده حلوه، في ناس بتبقى مستعجله بتقعد 3 ايام. فاليوم بقى 600 700 بتروح هناك وهو بياخد منك 600 700 في اليوم، مقابل بقى السكن والردم ورايح وجاي وحاجات زي كده. بتفطر وتتغدى، بس هو الغدا اصلا بيبقى على الساعه بالليل خالص يعني. فلو حد حابب يكلمني في الكومنتات وانا هقول لكم هعمل ايه واعرف التفاصيل وابلغكم. شكرا، تقول شيخ على الاخر. اتمنى لكم حياه سعيده وشكرا خير حاجه ان شاء الله. السلام عليكم.